عشنا يوم أمس مشاهدينا قرعة ينتظرها الجميع كل 4 سنوات، قرعة لم تكن رحيمة بالمنتخبات العربية خصوصا المنتخب المغربي عندما وضعته إلى جانب إسبانيا بطلة العالم، أوروبا بطلة أوروبا، وإيران المتنفس الوحيد رغم أنها بطلة آسيا في 3 مناسبات، والبرتغال. لكن ربما المنتخب المغربي قدها وقدود لأنه سبق وأن فاز على البرتغال في في مونديال مكسيكو 86 ب3 أهداف مقابل هدف. لكن البرتغال، إسبانيا، المغرب وإيران. وعقب القرعة قال الثعلب المكار إيرفي رونار طبعا مدرب المنتخب المغربي أن القرعة بمثابة شرف وتحدي كبير في الوقت ذاته من واقع وجود منتخبات بعيار إسبانيا والبرتغال وإيران في مجموعته. دعونا نتابع ماذا قال. نعم، أظن بأن الجميع كان يريد أن يتفادى إسبانيا بصراحة، ولكن نحن ورثنا بهذا التحدي الكبير. إنه شرف وصعوبة في نفس الوقت بصراحة، وكذلك مع وجود بطل أوروبا في مجموعتنا الأمر لن يكون سهلا. وإيران كمنتخب أخير سنلعب أمامه المباراة الأولى في مجموعتنا، والمباراة الثانية أمام البرتغال، والثالثة والأخيرة أمام إسبانيا. هذه كأس العالم، هذا هو المستوى العالي، فيجب أن نواجههم برأس مرفوع. يبدو بأن أول صعوبات إسبانيا والبرتغال. من الجيد عندما ننظر إلى هذا الأمر أن تواجهوا إيران كمباراة أولى. سنعرف ذلك لاحقا إذا ما كانت هذه مباراة جيدة أو لا. هذه مجموعة ملقبة بالصعبة جدا، وبعد سعادة الترشح لكأس العالم يجب المشاركة في كأس العالم بطموح وليس المشاركة لسبيل المشاركة فقط. بالنظر إلى وجود المنتخب المغربي في التصنيف الرابع كان من الواضح والمؤكد أن المنافسين سيكونون أقوياء. رغم ذلك الأسماء، التاريخ، العراقة هي أمور تبقى فوق الطاولة والميدان يحسم. لكن ما شاء الله على المنتخب المغربي صحيح. في التصفيات لم يتلقى أي هدف. هو دعني أقول منتخب مرصع بالنجوم. بن عطية لاعب يوفنتوس، حكيم زياش أيضا مدرب، ثعلب مكار إيرفي رونار لاعب ريال مدريد أيضا. نعم، يعني في مجموعة، نعم يعني في مجموعة متكاملة، وحتى قلوبنا تدعي للمنتخب صحيح. المغربي. منتخبات أمر لا يستهان به. المغرب سيلعب أمام البرتغال، إسبانيا وإيران. هناك ربما معركة اسمها وادي المخازن أو معركة الملوك الثلاثة، كانت تحديدا سنة 1578 أي قبل 440 سنة عن نهائيات كأس العالم في روسيا. الجيش المغربي تفوق على تحالف البرتغال وإسبانيا واليوم جميلة جدا المعلومة. واليوم اللاعبون مطالبون ككتيبة واحدة أن ربما يعيدوا هذا الانتصار. كان للجيش اليوم، لازم أن يكون للمنتخب في هذه النهائيات للتأهل إلى الدور الثاني. والمغرب سبق كما أشرت في البداية في مونديال 86 كان اعتبره البعض سمكة في بحر تلك المجموعة، كانت فيها بولندا في أوج العطاء، البرتغال أيضا، ومنتخب إنجلترا. فاز على المنتخب البرتغالي وتعادل أمام إنجلترا وبولندا، وسموه آنذاك بالقرش الذي كشر عن أنيابه. عموما مشاهدينا على تويتر، أكثر التغريدات التي لاقت إعجابا بالنسبة للمنتخب المغربي كانت الصورة التي نشرها القائد مهدي بن عطية. المهدي بن عطية وضع صورة له مع المجموعة التي حل فيها المغرب وعلق: نراكم في روسيا، وأرفقها بهاشتاغ ديما مغرب. وأكيد ديما المغرب، صح؟ ديما مغرب، ديما المغرب. والجماهير المغربية يا ترى كيف كانت ردة فعلها بعد هذه القرعة التي ربما كانت صعبة نوعا ما على المنتخب المغربي؟ دعونا نتابع. المغرب دي عنده أسبقية مع البرتغال، ما نخافوش. اللعب المغربي هو لعب جري وتكتيكي، إن شاء الله ندوزوا للمرحلة الثانية. هذا تفاؤل من عندي وثائق في الفريق الوطني ديالنا. تفرجنا في قرعه داك الشيء كان مزيان، ولكن جا المغرب طاح مع مجموعه قاصحه شويه، اسبانيا والبرتغال. وبالنسبه لاسبانيا صعيبه، ولكن ما يقدر تكون شي مفاجاه بالنسبه للعب ديال المنتخب. على ما اظن الحمد لله نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله.
عموما الآن ننتقل مشاهدينا إلى الشارع الإسباني الذي عبر عن سعادته بعد هذه القرعة، وكأنه يعني وجد مبتغى في منتخبات ربما في المتناول، والحديث عن المنتخب المغربي والإيراني بما أن البرتغال ستكون خصم عنيد للإسبان في هذه النهائيات. نتابع. Cristiano Ronaldo, Portugal es la actual campeona de Europa, entonces hay que respetarla, pero hay que recordar que siempre que hemos jugado contra Portugal hemos ganado Eurocopa, Mundial y Eurocopa, las 3 veces les hemos ganado, así que perfecto. ليس بعيدا عن المجموعة الأولى، حيث أن المنتخب العربي الثالث في النهائيات وقع في المجموعة الثانية. الحديث هنا عن منتخب المغرب. أسود الأطلس نجحوا في 4 مشاركات سابقة في كأس العالم في تحقيق الفوز مرتين من أصل 13 مباراة. وللصدفة فإن أحد هذين الانتصارين جاء على منتخب البرتغال، أحد الخصوم الثلاثة في المجموعة، وكان ذلك في مونديال 86. وسبق للمغرب أن واجه إسبانيا من قبل في تصفيات كأس العالم 62 حين كان المتأهل عن القارة السمراء يواجه في الملحق منتخبا أوروبيا، وتغلب الأوراق وقتها ذهابا وإيابا.